باشمهندس، هو أنا ينفع أنقل بين كده بالميلة دي على الجيربل؟ آه طبعًا، تعالي نشوف مع بعض دلوقتي حالًا على الجهاز. زي ما سألت الباشمهندسة في الفيديو إن هي عايزة تعمل فتحة في الجنب بقى وبنسميها vent مثلًا، تيشيرت البولو أو whatever أيًا كان، فنقدر نيجي هنا من section الadvanced في option لطيف جدًا عندنا يعمل لي القصة دي بالميلة اللي إحنا عايزينها. يعني إحنا طبعًا عارفين إن الcorners ما تشتغلش إلا مع الباترون إلا اللي واخد خياطات. فهاجي هنا أخش على section seam allowance define كليك شمال كليك يمين أوكي وأدّي له خياطات سنتي. هنفترض مثلًا إن الديل عندي هياخد تانية في تانية وليكن يعني 2 سنتي. طيب الفتحة يا باشمهندسة عندِك في الجنب على بُعد قد إيه؟ على بُعد 8 سنتي يا باشمهندس. يبقى هاجي هنا من modify أقول له split line اقطع لي الخط ده شمال في يمين، أقول له على بُعد 8 سنتي enter. تمام، أنا فصلت هنا الجزء بتاع الفتحة عندي. نروح بقى للcorner هاقول له تعالَ في الcorner هنا عندي option عظيم اسمه slanted step أهو. ده يعمل لي عندي الcorner type ده يعمل لي مرّة الزاوية دي بميلة. لو قُلت له none هنشرح ال3 مع بعض. هاقول له هنا none بيقول لي إيه Gerber select a corner to make a slanted step corner أقول له أدي الزاوية بتاعتي. select line to modify seam allowance on اختار الخط اللي أنت عايز تعدل الخياطات بتاعته. أقول له الخط ده الخياطات قد إيه؟ 2 سنتي enter. هو يدّيني أوتوماتيك الميلة دي شمال في يمين أكبّر كده عشان تشوفوا أهو، شمال في يمين وأحدد أنا عايز دي 0.5 enter. هنا أنا عملتها بالميلة أوتوماتيك من option واحد. طيب نرجع تاني، عايز أعملها بطريقة تانية، عايز أعمل الحتة دي بدوران. يبقى هاجي هنا أقول له من corner slanted step هاعلّم على curved intersection. intersection يعني تقاطع، إن أنت تعمل للتقاطع curve دوران. تمام كده، ودي بنستخدمها يمكن الأوبشن ده شرحناه قبل كده لمعظم الزملا بسيركل اسمه curved intersection. إنك تحب تدوّر التقاطعات أو الحواف، نستخدمها في الشبكة الحريمي، نستخدمها في النُص ياقة، أي حاجة متقاطعة مع بعض عايز تخلّيها بcurve يبقى curved intersection. هنا نفس القصة في الcorner. هاجي هنا أقول له تعالَ slanted step ومعلّم هنا في curved intersection. أختار الزاوية بتاعتي أهي، وأدي الخط اللي أنا عايز أعدل خياطاته، هاخلّيه 2 سنتي enter. هنا الميلة بتاعتي 0.5 نُص سنتي، وهارجع بعد كده أختار الزاوية دي تاني أهو. أقول له لأ بدل value خلّيها لي cursor. هادوّر أنا الجزئية دي أهو، خلّيتها كده تمام، كليك يمين أوكي، خلّيتها بدوران. يبقى بدل ما أعملها بميلة عملتها بدوران. طيب نشوف الشكل الأخير اللي هو الأوفل البيضاوي. تمام، الدوران هنا الفرق ما بين الكيرفد انترسكشن والأوفل إن الكيرفد هو دور لي بس الزاوية التقاطع ده، إنما الأوفل بقى يسحبها كلها على ما فيش. تعالوا نشوف مع بعض. هارجع تاني أندو، هارجع أقول له تعالى بقى كورنر سلانتد ستيب، أجي هنا أقول له أوفل الشكل البيضاوي يا جربر. قال لي سيلكت جربر بيكلمني سيلكت ا كورنر تو ميك ا سلانتد ستيب كورنر، ادي الزاويه بتاعتي. تمام، سيلكت لاين تو موديفاي سيم الاونس اون اختار الخط اللي عايز تعدل خياطاته اهو. طيب هتخليها قد ايه؟ الخياطات عندي 2، وهرجع هنا اميل دي زي ما انا عايز اقول له 0.5 انتر، وبعد كده اختار الزاويه دي كده اهو. هو جايب لي فاليو، انا اقول له لا خليها عشان نشوف الناس تشوف معانا. تمام كده اهو، واقول له تعالَ أهو. أنا هنا باسحب. بُصّوا بقى في الcurve intersection كان هيدوّر التقاطع ده بس، إنما هنا أسحب عادي جدًا أهو، على ما فيش زي ما أنا عايز شكل بيضاوي أهو. كليك يمين أوكي، وده الoption العظيم اللي أقدر أعمل بيه الvent بتاعي بالميل اللي أنا عايزها. يا رب أكون قدرت أقدّم معلومة مفيدة. شكرًا لوقت حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.